ويلكم لابيسود جديده من بودكاست سارة القاهري. النهارده معانا جاست بتثبت ان العمر مجرد رقم، وانك ممكن تعملي اي حاجه انت عايزاها في اي وقت انت عايزاه لو انت معاكي الرغبه وعندك الباشن للحاجه ديت. اهلا 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 وسهلا. اهلا بيكي حبيبتي. عامله ايه الاخبار؟ اهلا بيكي ساره. الحمد لله والله مبسوطه قوي ان انا معاكي وانا كمان جدا جدا جدا. الحمد لله. احكي لنا بقى حضرتك قدرتي تعملي ايه وابتديتي امتى البيزنس بتاعك؟ بصي، هو انا ابتديت عكس الناس كلها. بالظبط. هو انا ابتديت بعد ما اوريدي ولادي كبروا، بس انا قبل كده طول الوقت عندي باشن بعمل حاجات هاند ميد. لكن ابتديت في فكره ان انا اعمله كبزنس بعد ما ولادي خلاص اصغر واحد فيهم خلاص بقى في الجامعه وخلص. يمكن بس عشان انا في الوقت ده كنت مسافره كتير مع جوزي، فكنت حاسه ان انا صعب ان انا اسيبهم خالص لان هو مشغول، فكانت دي بالنسبه لي اولويه. لكن طول الوقت بعمل حاجه على جنب، بعمل كروشيه، بعمل بتاع ده تريكو، فاهمه يعني. زمان بقى كنا بنعمل الحاجات دي. دلوقتي يعني قبل ما نكمل، انا دلوقتي الحمد لله دلوقتي انا عندي هاند ميد بزنس، بعمل فيه محافظ للستات، بعمل شنط، بعمل لابتوب سليف، بعمل باك بعمل كده باسم سو. طبعا ده جاي من اسمي. مش قادره اقول لك، يعني انا اكاد اكون عايشه احلى ايامي، بالرغم من ان انا زي ما قلنا انا اولادي كبروا واللي اتجوزوا واللي خلفوا، لكن انا عايشه احلى ايامي لاني فعلا بعيش بالحاجه اللي انا بحبها جدا جدا. طيب ايه بقى اللي خلى حضرتك تبتدي؟ يعني حضرتك ما شاء الله دلوقتي جده، وبعد لما خلاص كل الناس بتبقى بالنسبه لها احنا طالعين بقى على المعاش بقى، احنا نريح، احنا نعمل ايه اللي خلى حضرتك تبتدي انك خلاص تستارت البيزنس وتاخدي قرار زي ده، بعكس ان بروبلي كل الناس حواليك كانت بتقول ان لا خلاص احنا دلوقتي وقت التقاعد بقى؟ صح. هقول لك اول حاجه، انا كنت يعني وانا صغيره كنت دايما مع اهلي بساعد ومش عارفه ايه، فكنت مشغوله في الحياه جدا. جيت خلصت دراسه، اتخطبت وانا في سنه ثانيه في الجامعه، خلصت جامعه سافرت. صغيرين خالص. ما يعني لا، ما انا اتجوزت بعد ما خلصت. بس سافرت. لان جوزي كان اوريدي مسافر. فين بقى انا لسه ما عملتش حاجه. ابتدوا طبعا، انا كنت بسافر في مكان صعب ان انا الاقي فيه شغل للستات، وكانت الدنيا مقفله قوي وكده، فما كانش ينفع. فبالتالي انا دلوقتي انا اولادي اهميه بالنسبه لي، لان انا ما فيش حد تاني، لا عندي امي ولا ابويا ولا جيراني ولا جوزي، ما فيش حد يشيلهم. فبالتالي انا بالنسبه لهم لازم ما فيش حد تاني يشيل. بس في نفس الوقت انا طول الوقت في حاجه بتقول انا في حاجه جوه عايزه تطلع. انا عايزه ابقى انا حياتي عشانهم. ايوه انا عايزه ابقى انا. يعني حتى تلاقيني كنت يعني اقول لك حاجه مثلا من الذكريات، انا فاكره كنت ابقى قاعده بذاكر لاولادي، وكان في ساعتها كان في مجلات اسمها وومن حاجه كده، كان بيبقى فيها اكل وفيها حاجات، افضل اقرا واشوف ايه الريسيبي اللي تعجبني قوي طول ما، وبعد كده اقوم انفذها لازم. وبعد كده اتعلمت حاجات لحد لما في يوم من الايام لقيت حد بيعمل حاجه اسمها باتش ورك وانا مسافره. قبلها خدت كورس خياطه طويل، اي حاجه لازم اعملها لنفسي. بس فكره انا محتاجه ابقى انا. طب وبعدين يعني فمن هنا دي كانت بدايه الخطوات يعني. واحنا دي حاجه كمان انا كنت قريت عليها كتير قوي، ان احنا في ستات كتير بتتجوز وتخلف على طول وتبقى حياتها كلها مثلا 30-40 سنه انا قاعده مكرسه حياتي لجوزي وعيالي. ولما العيال يكبروا بقى ويتجوزوا يبقى عندهم حياه، بتحسي كده بفويد كده، اللي هو في حاجه فاضيه، في حاجه ناقصه في حياتي. انا كرست حياتي كلها لحاجه دلوقتي الحاجه ديت مش موجوده، وده بيخلق مثلا مشاكل. الحموات، احنا عندنا ترند الحموات في مصر طبعا وفي العالم العربي عامه، يعني كلمه حما دي تبقى اللي هو شتيمه مثلا فدي بتبقى مشكله. ودي بتبقى ان من الاول خالص الست ما عندهاش حاجه تانية في حياتها تكرس لها نفسها، والباشن بتاعها مش بتمشي على الباشن بتاعها خالص. فدي حاجه مهمه جدا ان كل ست تعمل كده. يعني في كمان انا في اللحظه اللي بتقولي عليها دي يا ساره، يعني انا كنت يعني انا بعمل ده، بس انا جوايا هدف، انا عايزه اوصل ولادي لمرحله ان هم ابقى انا يعني لما يبتدوا يطلعوا للحياه ابقى فخوره ان انا قدرت ابث فيهم الاخلاق والفضيله. والاخلاق بمعنى ايه؟ انه يبقى عارف الحرام والحلال، عارف ده عيب وده ما ينفعش وده ينفع. ابقى حاطاه في الدنيا عارفه ان كل مكان هيبقى فيه الناس هتفتخر بيه وبالطريقه اللي اتربى بيها، مش قصه حتت محدده لا. فدي كانت هدف، فانا كنت بعمل الهدف ده وانا راضيه، لان انا شايفه ان ده هدف يعني زي ما بيقولوا اساسي في الوقت ده. بس كمان ثوابه كبير جدا، يعني
كل حاجه يعملوها حضرتك ما شاء الله خلاص والله لحد دلوقتي اقسم بالله. يعني انا لسه كان قريب كنت في ايفنت تبع مدرسه الحياه بتاع اللي فيها بنتي مدرسه ما شاء الله الانترناشونال. لا كنت الناس بتقابلني حاجه تانية خالص، مش مجرد حد واقف، ولكن هي الفكره هنا اللي اقصد اقوله لك. بس انا في اثناء ده برضو عماله بخطف كده لحظات، اعمل مش عارف ايه على جنب، اعمل كروشيه على جنب، انا لان انا ستيل جوايا حاجه. بس الحاجه دي تطلع ازاي بقى لحد ما جه بقى بدا الطريق بقى اللي هو اللي خد شكل جدي شويه. طب عايزه اسال حضرتك سؤال. اتفضلي. تعالي ناخدها كده مراحل. انا دلوقتي اتجوزت ورحت مخلفه، ودي حاجه بسمعها كتير قوي من الكلاينتس بتوعي، ان انا جبت بيبي وبجد عندي اكتئاب جدا، وده طبيعي. يعني كل الناس بعد لما بتولد اعتقد، يعني انا ما اعرفش بس اعتقد ان كل الناس بعد لما بتولد بتحسي باكتئاب طول النهار، مش بتنامي كويس، تاخدي بالك من البيبي، طبعا جسمك تعبان من الولاده. بتبتدي بنات كتير قوي وستات كتير قوي بيبقوا حاسين ان هو انا ماليش وجود، انا بقيت ام وماليش، انا ماليش شخصيه تانية، انا ام بس كده. ففي مرحله زي ديت ايه الادفايس اللي ممكن تديها لواحده ست لسه بتبتدي حياتها فيرست بيبي؟ تعمل ايه في الاول؟ لا هقول لك، هي اول حاجه خالص انا المفروض ان البيبي ده جاي لي انا احس ان ده رزق من ربنا ونعمه، فانا هبقى فرحانه بيه جدا. والا من الاول لو انا مش قادره يبقى من الاول يعني اعمل الوسائل اللي تخليني ما اجيبش بصراحه. لكن طالما انا جبت خلاص ده طفل جاي جميل، لازم ابقى عارفه انه جاي، يعني بلاش هيخليني اسعد واحده جاي من عند ربنا، يبقى ربنا جابه لي لحكمه حلوه. هم مش بيكونوا متضايقين ان هم خلفوا، هم بيبقوا حاسين، يعني هم بيحبوا البيبي بس هي مثلا حاسه بالذنب ان هي عندها اكتئاب وهي لسه مخلفه. يعني ستات كثيره مثلا بعد لما بتولد بتبقى جسمانيا تعبانه ونفسيا كمان بتبقى تعبانه، اللي بيبقى عندها الحاجه اللي هي اسمها بوست بارتم ديبريشن، اللي هو الاكتئاب ما بعد الولاده. فهي بتبقى عندها اكتئاب، هي مش متضايقه ان هي جابت البيبي، هي بتحب البيبي بس هي حاسه بالذنب ان هي مكتئبه. بس انا حاسه بالذنب ان هي تعبانه. ده ممكن يكون بيبقى له اسباب نفسيه ساره قبل. ما بالظبط. لان انا بصراحه انا ما شفتش ده، والناس اللي حواليا كلهم ما شفتش معاهم ده. في تعب، في قله نوم، في احساس بتحسي بتشد في شعرك 24 ساعه متواصل، بس انت بتبقي عارفه ان دي مرحله مش معناها ابدا ان انا هكتئب. اتس فيري كومن. يعني دلوقتي انا عارفه ان مثلا 80% من الامهات اللي بيولدوا ممكن يبقى مثلا اجيال بقى مختلفه، ضغوطات مختلفه، بس 80% من الامهات اللي بيولدوا بيجي لهم الاكتئاب. انا حصل مع بنتي بس مش بصوره اكتئاب، بس فعلا كانت حاسه انها لا هي مش، يعني هي مش هتعرف تاخد بالها من البيبي، هي هتعمل ايه؟ هي قدرا بقى ان هي كانت بتشتغل وجت اجازتها خلصت بعد الولاده ب 15 يوم. فاللي حصل ان انا تاليا حفيدتي انا اللي كنت بربيها، بس مش قاعده معايا 24 ساعه، بس كده كانت تكون اللي هي مثلا تجيبها لي الصبح وهي رايحه الشغل، وبعدين تيجي تاخدها اخر خلاص البنت انا فاكره كل حاجه يا ساره كانها بنتي. فهو لو انت بتلاقي حد بس جنبك يعني يعين او يديكي نصيحه بتحسي شويه من، يعني على الاقل بيبقى عنده فكره عن الخطوات فبيهون عليكي شويه. لكن جواكي المفروض ان انت بتحاولي تقوي نفسك او تقري او كده، لان يعني للاسف هي الحته دي يمكن عشان انا ما مرتش مش قادره اقول لك بالظبط، او تلجأ لحد بقى كوتشز او اي حاجه تقدر تساعدها في النقطه دي عشان بس تقدر تتقبل نفسها في هذا الوضع بالزبط. هي ممكن في بعض الناس اللي هم الصغيرين شويه يمكن بتحس بقى ايه وانا هتبهدل وهتفشول. لا طبعا هي لازم تعرف ان مش كل حاجه حصلت لحد هتحصل لها، ومش كل حاجه وحشه بتحصل لازم تحصل لكل الناس. دي حقيقه. انت كل حاجه بتحصل انت اللي بتعمليها. انا بحط نفسي في موضوع معين حتى لو حصل في الاول وحصل فشوله ماشي، بس انا اقدر بعد كده العب رياضه، اقدر ارجع تاني اعمل نظام غذائي معين بطريقه بسيطه، مش هقول لك ان انا هضر البيبي. فالدنيا بتمشي وبتبقى زي الفل، ولما البيبي يبتدي يكبر شويه بيبتدي يبقى له بقى حاجات لذيذه بتبقى بتعوض الدنيا شويه. وفي على فكره FYI احنا عندنا دكتور ندى شيز ون اوف ماي كلاينتس، هي بتساعد الامهات يخسوا وهم بيرضعوا. ايوه ما هي القصه ان انت تدي حاجه سوري تدير للبيبي اللبن من غير ما تاثري على الجسم. بالظبط كده. طيب حضرتك شايفه ان انا لما بكون مثلا عندي اطفال وعندي اولاد امتى هو احسن وقت ان انا ابتدي البيزنس بتاعي؟ وهل اتعلم مثلا كل السكيلز اللي في الدنيا بعدها اشوف بقى انا عاجبني ايه، ولا في الاول خالص ممكن نقول ازاي اصلا الاقي الباشن بتاعي وانا مضغوطه ورايا ضغوطات كتير مع الاولاد؟ بصي يعني موضوع ان انا الاقي الباشن بتاعي دي، انا الحقيقه لما يعني كان عندي مجتمع معين انا دخلت فيه ولحد ما عرفت ان انا ابتديت اشوف انا بحب اعمل ايه. انا مثلا
مثلا كنت بحب الحاجات اليدويه، واتعلمت الباتش ورك مع واحده اجنبيه، اللي انا يعني استغليته في موضوع الالوان، لان هو مش ده اللي انا بعمله بالظبط، بس خدت منه فكره الالوان. وفي نفس الوقت بحب البيكنج جدا، يعني انا بحب الطبيخ بس بنسبه، بحب البيكنج قوي، يعني بصي لو انا واقفه بعمل حاجه فيها عجين يعني بصي كاني بشتغل. بس في نفس الوقت اكتر سؤال يعني وقفت عنده يا ساره اللي هو ايه، هو انا اقدر اعمل ده طول الوقت؟ هو انا اقدر لو انا تعبانه اخش اعمله؟ هو انا اقدر لو حد طلب مني كميات اقدر؟ لقيت نفسي في شغلي هقدر، في البيكنج مش هقدر. في الحاجات اللي بالعكس، انا في واحده صاحبتي شغلها بيكنج، اصلا كنت بروح ساعات والاقيها حاطه كميات ما شاء الله من الكيك، لا اتضايقت ما اتبسطتش. فحسيت انه لا، فاهم حاجه ان انت حاجه تقدري تعمليها باستمرار. وبالنسبه لموضوع الوقت بقى يا ساره، في حاجه مهمه جدا. انا دلوقتي الحمد لله وصلت لمرحله معينه، بس انا ما زلت بقول يا لو كنت ركزت من بدري شويه مع اولادي، مع كل المسؤوليات دي، نص ساعه الحاجه بقى اللي انا بحبها دي هبتدي اكررها مره 2 3 ان شاء الله كل يوم نص ساعه او ربع ساعه. مش احنا دلوقتي كلنا بننادي على مي تايم اللي هو اللي انا عايزه وقت لنفسي. المي تايم ده هقعد هرسم، هكتب اللي انا بحبه، هعمل مثلا حاجه في المطبخ، انا بحب اعمل ريسيبس جديده هجربها. مره جيت لقيتني لا مش لاقيه نفسي في ده، ما انا مش هكتشف الا بالتجربه. لا طب خليني بقى اجرب التاني. هيجي عليكي وقت تقولي ايوه هو ده الهو ده، لو فضلتي كل يوم تعملي ان شاء الله 5 دقائق هتوصلي في يوم من الايام ان انت خلاص ما شاء الله. لا في الوقت ده بقى ممكن تبتدي تقولي ايه يا جماعه، اوكي انا بعرف اعمل كذا، هنبتدي بالصحاب، هنبتدي بالناس القريبين، هنبتدي بقى لو في كوميونيتيز انا هدخل عليها، هنبتدي بقى في قصه انه بقى فكره بزنس، بس ايه حبه بحبه بالتدريج. بالظبط. انا الحته بتاعت ان انا مثلا اخلي الفاشن بتاعي، انا بحب اعمل تريكو جدا. وانا في الكليه كنت بفكر ان انا هفتح براند تريكو. اوكي. وبرده قعدت اقول لنفسي لا انا مش هقدر. مستحيل، ده بقى شغل كتير بحبه قوي بس ليا بتاعي، ما اقدرش ان انا ابيع شغلي كده حاجتي للناس. لا على فكره دي زي ما بيقولوا ايه، دي مشكله الفنانين. البرفكشنزم، عشان انا دايما بطلع بقولها كلنا عايزين كمال، واللي عنده الحته اللي هي فيها ابداع مهما عارفه اللي هم بيقول لك انهي فيلم احلى، كلهم ابنائي، عمرك ما هترضي. عشان كده دايما الناس اللي هي الاكسبرت بقى، الناس اللي وصلوا لمرحله يقول لك ما فيش حاجه اسمها بيرفكت. اعملي الحاجه بالقدر اللي تعمليه، ومع الوقت مع الاكسبيرينس هتبقى بيرفكت لوحدها. هي دي مش قصه ان هو مش بيرفكت، هو انت بتلاقي سبب عشان تقنعي نفسك عشان ما تبتديش. بالظبط، لان هي الفكره كلها بتبقى في البدايات. وكمان حته مثلا زي ارتست، انا لو بعمل حاجه بايدي ورحت بعتها وحد جه قال لي حاجه عليها يا قلبي انت بتشتم في البيبي بتاعي. لا ما حاجه وحشه على البيبي، عشان احنا للاسف احنا اتربينا بطرق فعلا في حاجات كتير غلط. لان انا دلوقتي لما اجي اقول ايه لا البرنامج اللي عملته لا ساره مش حلو، طب انا ليه حطيت ساره؟ انا ممكن اقول البرنامج ما عجب، سوري يعني انا ما اقصدش والله، البرنامج ما عجبنيش في الحته الفلانيه، انا باخد الموقف. بالزبط. انا ليه باسقط الموضوع على البني ادم او بالزبط. على الكل. بالزبط. انا اوكي الحته دي فيها كذا، اصل انا دلوقتي كنت بدرس حاجات كتير في التنميه الذاتيه، اوكي انا ممكن اقف عند الحته دي، طب انا كانت مشكلتي مشكلته، ما هو عنده حق، طب هو ربنا بعته لي برساله عشان اتعلم الحته دي، انا هظبطها. احنا ناقصنا الحتت دي. بتبقى كده. هو للاسف يعني انا طبعا مش ببيع منتجات، انا ببيع سيرفيسز، بس انا السنه اللي فاتت عملت اللي هي الكورسات اللي انا ببيعها دي. والبلانر دي انا جبت ديزاينر حط لي البيز وانا اللي عامله الديزاين بنفسي. اوكي. فعشان كانت في كلام بقى لازم يتكتب في كل صفحه، فكنت لازم انا اللي اخش اكتب الكلام ده، فحاطه كده فيها حياتي، حاطه فيها يعني كل حاجه. وقعدت بقى طبعا رجعت كذا مره على الكواليتي ونرجعها للمطبعه ونرجع، ولفه طويله قوي. والحمد لله اوت اوف ال 200 في حد دخل عنده فيدباك وحش. بس انا فيدباك وحش ده ضايقني. لا معلش، ما انا هقول لك حاجه، كان داخل بيهين. ثواني بقى، الفيدباك الوحش ده اللي انا خدته في الدراسات الاخيره اللي درستها. انا بقول لك يعني الفتره الاخيره دي فعلا حاولت ان انا اعمل عمليه تطور في الوعي بشكل مختلف تماما. ده ما بيبقاش مشكلته انت، ده مشكلته نفسه. ما انا عارفه. لا ما ده لما بفهمه خلاص اوكي، انا لو عندي مشكله هصلحها في عنده الحته دي هبص فيها، هو عنده حق تمام انا هظبط دي. لكن في الغالب هو بيبقى عنده مشكله، هو اللي مش قادر يوصل لده، فبدل ما هو يعني يقول انا مش قادر اوصل لده يقوم يخبط في صار. هو للاسف احنا دي مشكله جامده جدا. متضايق من الالوان، عمال يقول ايه القرف ده، وانت بعتلي طب انت اشتريتها ليه وانا ضحكت عليك ان هي بينك، طب انا ما قلتلكش ان هي بينك. هو مش واخد باله ان انت اساسا يعني نسبه على الاقل 90 او 95% من الكلاينتس بتوعك بنات وستات.
يعني لقوا داخل ايه القرف ده وايه الالوان دي، طب جبتها ليه؟ يعني انا مش ده، انا حاطه لك الصوره ما هي لونها بينك يا اخي. كنت لسه هقول لك سبحان الله سبحان يعني الله. انا لا، والالوان ظاهره على الصفحه، شفتها يعني أنا شفتها، ما انا بقول لك انا ساعتها شفت كنت بقول للناس اللي بتصور ما تغيريش الالوان، الالوان تفضل زي ما هي عشان لما حد ياخدها يلاقيها زي ما هي بالظبط، والداخل يقول لي ايه الالوان دي يا عم؟ خلاص يعني. لا دي بتبقى مشكله الشخص مش بقول لك إيه؟ مشكلتك يعني. مش بعدين هو بيتكلم معلش يعني اللي انت بتقوليه ده انت كان ممكن يضايقك في حاله واحده. لو فعلا قال لك لا هنا ده الكتابه دي لو انا جاوبت على كذا ده هيحصل حاجه عكس اللي انت بتقوليه، لو اللي انت بتشرحيه هيديله نتيجه عكس اللي انت متخيلها، لكن انت بتتكلم على الوان، انت بتتكلم على حاجه اللي هو ايه يا سيدي انت ايه مشكلتك؟ ما تاخدش الالوان بجد لو مش عاجباك الالوان ما ايوه تشتريهاش. بالظبط، هي دي النقطه. فانت بتتكلم على حاجه خارجه عن الموضوع. هنا انت ما بتضايقش خالص، لان معلش انت ما وجعتنيش انك ما بتكلمنيش في حاجه، ولو هو كلمتني في حاجه يبقى ده نقد موضوعي انا هصلحه. بالظبط. يعني احنا في حاجه كمان ان احنا بنبقى عايزين احنا ناخد على طول فيدباك من الكلاينتس بتوعنا، طبعاً. لازم عشان الشغل يتظبط. يعني بس برضو اكزامبل النوت بوك، كان في واحده دخلت تقول لنا ان هي ما كانش واضح، انا النوت بوك بتشتريها بعدها بتدفعي مصاريف الشحن عند الاستلام، ففي واحده كانت قايله ان هي ما فهمتش كده. فساعتها مثلا رحنا مغيرين الكلام، رحنا مغيرين الكلام وكتبنا في كذا مكان عشان تكون واضحه، وخلاص ما حصلتش المشكله دي تاني. فده كان اوكي، لا احنا عايزين نعرف ده. بس الناحيه الثانيه الالوان دي لا ما انا بقول لك دي اتجرحت قوي. لا اتجرحتي بس عشان انت يعني عشان عاملاها بايديا يعني. ايوه بالظبط. ما هو شوفي بقى تخيلي بقى ان انا شغلي او كل الناس كله كده كله. لا ما مع الوقت هو بس هو اللي بينفعني ده في حاجه، ان انا لما باجي اطلع حاجه صوره لازم ابقى راضي عنها 100%. بصرف النظر بقى عن الخامات، الحمد لله والله انا بجيب افضل الخامات في الدنيا، والحمد لله ده يعني براي الناس وكده. ويمكن هو اكتر حاجه خلت ان انا يبقى ليا يعني زي ما بيقولوا لويال كاستمرز وناس فعلا بتحب شغلي، واللي بياخد بيرجع ياخد تاني لما بيشوف ازاي انا مهتمه والفينش والكواليتي بتاعت الحاجه، لان ده بالنسبه لي اساس. في بقى حاجه تانية انا برضو اخدت بالي منها، ان ما شاء الله حضرتك على طول قاعده بتتعلمي في حاجات. على طول انستجرام يلا نتعلم انستجرام، فيسبوك طلع يلا هنتعلم فيسبوك، مش عارف. يعني كنت قبل ما نعمل البودكاست اتكلمنا على الفانلينج مثلا. انا عندي كلاينتس عندهم بيزنسز بتدخل مثلا 150 في الشهر ما يعرفوش اصلا يعني ايه فانل. فحاجات ما شاء الله يعني على طول قاعدين بنتعلم، على طول يور انفستنج. بصي يا ساره، انا خرجت من الكليه كنت خريجه كليه تجاره واداره اعمال، اللي هي التجاره الخارجيه اللي بيقولوا عليها. كان معايا انجلش بتاع الجامعه العادي خالص اللي هو يا دوبك النجاح. بس جوزي كان شغال في مجتمع، هو كان ماسك مدير مالي فندق الماريوت ما شاء الله. ولما سافرنا وبتاع فلقيت نفسي في الكومباوند، ولقيت اللي بيجي لي بيعمل مينتنس بيتكلم انجلش، واللي بيجيب لي الاكل بيتكلم انجلش. قضيت اوقات كنت ببكي، ما انا مش عارفه افهم. يعني لو اقول لك اتعلمت ازاي، كان معانا 2 يعني زوجات اصدقاء وربنا يمسيهم بالخير بقى، ابتدوا يعني يحاولوا معايا، وانا فضلت اقعد مثلا مع حد بيتكلم انجلش معانا من الناس اللي في الكوميونتي اللي كانوا موجودين، قال لها بصي انا لسه بتعلم انجلش، فمن فضلك لو غلطت صححيني. احاول اجي اقول الجمله تروح مصححها لي، اقولها صح، اروح اقولها تاني. كنت بتفرج على سيسم ستريت اللي هو عالم سمسم بالانجلش. كنت ساعتها في المكان اللي كنا فيه كانوا بيجيبوا افلام القديمه الانجليش القديمه كانت من غير ترجمه. كنت قاعده اتفرج على الفيلم مره واثنين وثلاثه واربعه. لما بص كان هم اصلا ما كانش فيه، كان ايام ما كانش فيه بقى التلفزيون ولا الكلام ده كله، فكانوا هم بيحطوا الفيلم بقى 4-5 افلام طول الاسبوع. شوفي مش قادره اقول لك، انا في افلام فاكره اساميها وفاكره كل حاجه فيها لحد النص كله. لا مش للدرجه دي، كنت بتعب بس كنت بوصل وافضل اقول، والجمله اللي اقولها هرجع استخدمها في مكانها. الحمد لله والشكر لله بفضل من الله. انا النهارده الكورسات اللي بجيبها بالانجلش والكتب اللي بجيبها بالانجلش والحاجات اللي بجيبها بالانجلش، والست اللي كنت بتعلم معاها باتش وركر كانت بتتكلم انجلش. فمع الوقت جيت بعد كده بقى في التكنولوجي. الحمد لله فضل من الله ونعمه. النهارده انا عندي معايا طبعا عندي الفيسبوك وعندي الانستجرام، وعندي دلوقتي عملت ويب سايت، وغير كده كمان انا في ناس اجانب بيخشوا يسالوا ويطلبوا ويكتبوا كل حاجه بالانجلش. فده بالنسبه لي ده كان نصر تاني يعني. الحمد لله حتى دلوقتي ولادي بفضل الله بقوا فخورين بده، لان ايه اللي هو ايه يعني، هو فجاه يفاجئ مثلا هنا في تكريم مش عارفه في ايه، كل ده بفضل الله سبحانه وتعالى. ازاي بقى اجيب الطاقه ان انا اكون كونسيستنت، ان انا اعمل حاجه، ان انا اجرب، ان انا اسمع، بالذات لو انا خلاص عدى عليا وقت وحاسه خلاص ان انا مفيش حاجه بقى بتعمل، اجيب منين الطاقه دي؟
بصي، هو يعني انا طبعا احنا كلنا بنقف في ده، ما اكذبش عليكي، محدش طبعا بيستمر، بس اهم حاجه ان انا لحد ما ابقى حاطه قدامي هدف معين. يعني انا في الفترات الاخيره دي طبعا بعد التغيرات الكثيره اللي في البلد والدنيا بيجي عليا لحظات كده الدنيا بتهدى، بس انا كل ما برجع لنفسي في ايه، اوكي هو انا بعمل ده ليه؟ في الاول انا بعمله عشان ايه؟ عشان استمتع. مش عايزه فلوس، تمام، بس انا بعمله عشان استمتع. يبقى اوكي انا بعمله دلوقتي عشان استمتع، وبشوف نفسي بعد ما ده يتعمل. عارفه لما بحس الاحساس ده وباكد على ده، وغير كده بتخيل بقى طب لو انا ما عنديش ده ومش هعمل ده، كانت تبقى حياتي عامله ازاي؟ يعني انا اصلا يعني عندي، انا من النوع اللي زي يعني اكتف، وبحب اتعلم وبحب اشتغل وبحب اعمل اي حاجه. طب ما انا عندي في البيت خلاص، يعني مثلا جوزي قاعد معايا وابني الكبير خلاص والتانيين بره، مفيش حاجة. طب انا قاعد امسك الموبايل بقى، امسك التليفون، مش ده حياتي. انا بحب ابقى دايما في عندي انجاز. طيب فلما ببص بقى وبحس بالفرق، بحس لا ده انا في نعمه. ايه ده؟ كفايه ان انا بعمل حاجه حلوه وبطلع حاجه حلوه، والناس بتبعت لي فيدباك حلو جدا، والناس مع الوقت لما في ناس شافوني في حاجات، لا بجد حضرتك مثلا كذا او كذا، بحس ان انا هو ده اللي انا كنت بدور عليه يا جماعه. انا كنت عايزه ابقى انا، بس مش الانا الايجو، لا انا كسوير اللي هي في جواها حته باشن، حته ابداع، طلعت اهي والناس شافتها. طب انا هموتها تاني ليه؟ يا قصه ده بيساعدني ان انا حتى اقوم، حتى عارفه امشي، عشان الناس تفتكرش بقى ان الواحد يقول لك خلاص الناس دي بقت عارفه طريقه فبتتكلم من بعيد. لا والله، همشي بالراحه لحد ما فجاه هلاقي ان اللي بالراحه ده مع الوقت هيجي وقت هتلاقيكي نطيتي، لانه هو ربنا سبحانه وتعالى بيدي يعني بيخلي فيه كده يعني خطوات. لو انا ماشيه مثلا في الباب هناك 10 متر، هفضل امشي ان شاء الله سنتي، في يوم من الايام هوصل. لكن انا لو ما اتحركتش مش هعمل حاجه. وطول ما انا بقول لنفسي مش هينفع، مش هقدر، الدنيا صعبه، البلد كل دي اكسكيوز احنا بنعملها لنفسنا عشان ما نقومش. لكن احنا لو قمنا، طب اشمعنى في ناس بيبقى عندها وناس لا؟ ناس في حاجات بتعم على الكل. بس الحاجات اللي بتعم دي سبحان الله ساعات بيبقى لها فايده على ناس اكتر، يعني بيبقى لها فايده كبيره جدا على ناس ما بتكونش اساسا عندها. فخلاص انا ماليش دعوه، انا في طريقي، انا بستمتع، انا بنبسط، انا بعمل حاجه حلوه. حتى لو على جنب، مش دي بتحقق لي نوع من الاحساس بالسعاده اللي هي الذاتيه حتى لي انا؟ طب ايه المشكله يعني؟ طيب لو حضرتك بقى تقدري تدي نصيحه لكل واحده عايزه ان هي تعمل حاجه، وحاسه بقى سواء سنها سواء وات ايفر بقى الحاجات اللي في حياتها، ايه النصيحه الواحده اللي حاسه ان هي دي الحاجه اللي ساعدتك قوي؟ ان مفيش حاجه اسمها لا وقت ولا سن ولا ظروف. يعني الظروف دي تبقى، يعني لو انا مثلا ولادي صغيرين قوي بيبي، ما اقدرش فعلا، ما اقدرش اعمل حاجه، بيبقى صعب. لو انا مثلا حد عنده مرض او مشكله صحيه، دي بتبقى حاجه برضه طبعا. لكن فيما عدا ذلك يعني لا، اصل انا كبرت، طب اوكي يعني وانا كبرت هي الدنيا وقفت طالما انا قادره اقف. وبعدين في حاجه ثانيه اكتشفتها يا ساره، يعني مهمه جدا، اكتشفتها السنتين اللي فاتوا. كان عندي رحله وعي غريبه كده، ربنا قدرني ان انا ادخل في كذا حاجه، اتعلم. اكتشفت ان نسبه يعني على الاقل 80-90% من الحاجات احنا اللي بنعملها بايدينا. دي حقيقه. يعني انا في نفسنا. كنت اخدت كورس، وبعدين مره اتسالت سؤال في الكورس ده اللي هو ايه، اللي بتدينا كورس الايات، قالت لك بيقول لك ايه، سوره ال80. تخيلي ان انت في سوره ال80 تحبي تشوفي مين وهتعملي ايه وهتعملي معاهم ايه. انا سرحت يا ساره، اللي هو السؤال ده هو اللي قلب لي كيان، اللي هو 80. فلقيتني اول حاجه جت على بالي، لا انا مش عايزه اشوف نفسي في السرير مرميه، انا مش عايزه ده. فاكتشفت بعديها ان انا اقدر ده ما يجيش. من الوقت ده ابتديت العب رياضه، ابتديت اغير طريقه اكلي، ابتديت اتحمس في حاجات كتير جدا، واغير تفكيري في حاجات كتير جدا، وابتديت ارجع تاني للحاجات اللي بقالي كتير ما كنتش، الكوميونيتيز بتاعتي، اتعلم حاجات جديده مختلفه. لان اكتشفت ان انا اللي اقدر بفضل الله سبحانه. طبعا ربنا بيساعدني في اللي انا بعمله واللي انا بفكر فيه. انا اللي هخلي نفسي ان انا في يوم من الايام ابقى مرميه على السرير، والناس بقى تبقى بتخدمني او لا. فده كان سبب مهم جدا جدا. فانت تقدر، انت فكري انت محتاجه تبقي ايه، شوفي نفسك فعلا. خلاص خلصتي وقعدتي، طب خلصتي وولادك كلهم كبروا، طب قعدتي وبعدين هتقعدي تعملي ايه؟ ماشي كلهم كبروا واتجوزوا وخرجوا من البيت، هتبتدي تزهقي وتعملي. وبعدين دلوقتي ما عادش حتى زي زمان، ما عادش مثلا اللي يروحوا يقعدوا مع بعض مش عارف في النادي، ما عادش في حد، الناس كلها مشغوله في حياتها. ففكره طب انا ليه ما حاولش؟ فرض ان انا حاولت وما قدرتش، على الاقل كفايه ان انا حاولت. بس فيعني هي فكره انا اشوف نفسي من جوه. انا محتاجه ابقى انا، محتاجه ابقى انا من غير ايجو.
انا عايزه ابقى انبسط اعمل حاجه حلوه، ان شاء الله اكله حلوه، ان شاء الله اي حاجه ايا كانت يعني. بس This is very 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 inspiring، وان شاء الله كل حد تسمع البودكاست دي تبقى حاسه كده هي عايزه تعمل ايه، وتتشجع كده ان هي تبتدي ان شاء الله. بجد شكرا جدا جدا حضرتك جيتي، بجد نورتينا ربنا في يكرمك البودكاست. يا حبيبتي، انا اللي سعيده والله. بجد ويا رب thank you so much. يعني يا رب اكون قلت اي كلمه، لان يعني كل اللي انا اقدر اقوله ان انا بقول ده من قلبي، وكل كلمه قلتها حصلت في حياتي فعلا، وعمر ما في حاجه عدت بسهوله. لا، مريت بكل حاجه في الدنيا ممكن حد يتخيلها، بل بالعكس في حاجات اكتر بكتير من اللي حد يتخيلها. بجد بس لو جواكي اصرار خلاص. ميرسي جدا يا ساره، ربنا يبارك لك يا رب. دي حقيقة. متشكره يا حبيبتي. ما تنسوش ان انتوا ممكن تعملوا سبسكرايب للبودكاست ديت، وهتلاقوا ان انا سايبه لكم في الديسكربشن تحت الاكونت بتاعه سو، فهتلاقوا كل الحاجات اللي ممكن تخش تبصوا على البيج بتاعتها. وهشوفكم ان شاء الله في البودكاست الجاي.